العقل اللحائي دوت أو القشرة المخية بتنقسم إلى جزئين، جزء أيسر هو المسؤول عن التحليل والتفكير المنطقي والأعداد والقدرة الحسابية والتفكير والتخطيط والتفكير العقلاني، والجزء الأيمن هو المسؤول عن الإبداع والبديهة والتخيل وأحلام اليقظة والتفكير العشوائي غير المرتب والحاسة الفنية زي الألوان والموسيقى والموهبة. والجزئين الأيسر والأيمن بيشتغلوا مع بعض في تناغم أيضا، يعني ما نقدرش نقول إن المهندس مثلا اللي بيكون شاطر في الحساب اللي المسؤول عنه الجانب الأيسر ما عندهوش حس فني اللي المسؤول عنه الجانب الأيمن، لأن الجزء الأيمن والجزء الأيسر بيشتغلوا مع بعض في تناغم، وده اللي بيكون شخصية البني آدم وبيحدد درجة حبه لبعض الحاجات عن بعضها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.